بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المقرمش أو الزنجر بطريقة كنتاكي. الطريقة دي اتطلبت مني كذا مرة، وإن شاء الله نقدمها لكم وتنال إعجابكم بإذن الله. أول شيء معانا 750 جرام صدور دجاج مخلي، طبعا منقوعين في محلول النقع اللي احنا استخدمناه قبل كده في طريقة عمل البروستد والستريبس. مهم جدا طبعا ان احنا ننقعها في المحلول، طبعا بتشيل الزفارة من الدجاج وبتفتح الأنسجة وبتساعد تسوية الدجاج معانا. طبعا هنشرح الصدور بنفس الطريقة. الصدر هنشرحه على شريحتين أو 3 على حسب سمك الصدر معانا. ونبتدي نخش على مرحلة التتبيل. طبعا الخلطة اللي احنا عملناها في طريقة البروستد والستريبس نحتفظ بيها، طبعا موجودة معانا في صندوق الوصف بتاع البروستد والستريبس. طبعا هنستخدمها في وصفات كتير. معانا 750 جرام، هنحط لهم حوالي 25 جرام من التتبيلة، وهنحط عليهم الملح بتاعها نظبطها بالملح، وهنحط عليهم نسبة مياه خفيفة جدا بحيث ان الدجاج يشرب التتبيلة. مية ما تكونش زيادة عشان ما تاخدش التتبيلة معاها. طبعا بعد ما تبلنا الدجاج مفيش في الصحن مية خالص، كده الدجاج شال التتبيلة كلها عليه. هسيب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله اللينك بتاع الفيديو بتاع البروستد، موجود في صندوق الوصف فيه الخلطة اللي احنا تبلنا بيها موجودة معانا. نحتفظ بيها طبعا لان ده هنستخدمها في طرق كتيرة ان شاء الله. كده الدجاج بعد ما تتبل معانا بنفس الطريقة، هنخش على طريقة البريدنج الطبقة الخارجية. طبعا كيلو الدقيق بياخد معانا 3 معالق نشا، وبياخد 30 جرام خلطة من اللي احنا حطيناها على الدجاج. بياخد معانا معلقة بيكنج باودر كبيرة، ونص معلقة سكر بودر، ونسبة ملح. اول شيء هنتبل الدجاج بنفس الطريقة في البريدنج، ومعانا مية طبعا مبردة. هنقلب الدجاج بنفس الطريقة. طبعا بشكر كل اخواتي اللي بيدعموني باللايك والشير، متشكر جدا لدعمكم ليا. هنطلع الدجاج بنفس الطريقة، ننزل بيه في المية، وبعدين نرجع ننزل بيه تاني في البريدنج. هننفض الدجاج من الدقيق وننزل فيه بالمية بنفس الطريقة. طبعا تابع معايا الخطوة دي عشان مهمة جدا. طريقة التقليب طبعا دي سر من اسرار نجاح الدجاج معانا المقرمش او الستريبس او البروستد. طريقة التقليب مهمة جدا، ولازم نقلب فترة طويلة وندعك الدجاج بنفس الطريقة بحيث نكون عليه طبقة قشور عالية. طبعا الطريقة دي هي اللي بتكون القشور على الدجاج، وبتساعد ان الدجاج البريدنج يثبت على اللحم ما يفصلش منه. هننفض الدجاج بنفس الطريقة. طبعا يفضل انها تطلع من البريدنج على الزيت على طول. طبعا انا بحط في سيرفيس عشان خاطر انا بصور الفيديو، انما في الشغل انا بطلع من البريدنج على الزيت على طول. ودي الطريقة الصحيحة، ان تطلع من البريدنج على الزيت على طول. طبعا طبقة القشور باينة قدام حضراتكم.
طبعا اللي بيكمل طبقة القشور ديت انك تطلع من البريدنج على الزيت الساخن على طول، درجة حرارة عالية، ينزل ياخد الصدمة يكون الكفر ويكون طبقة القشور اللي عليه. طبعا خلصنا الكمية. هياخد معانا في التسوية من 8 دقايق ل9 دقايق في الزيت. هينزل على زيت حار قطعة قطعة، ما ينزلش الكمية كلها مع بعضها، هينزل قطعة قطعة. وبعدين نهدي الزيت على درجة حرارة متوسطة لحين كمال التسوية. كده خلصنا خلاص، سوينا الدجاج. هنبتدي نعمل سندوتش الزنجر او سندوتش الدجاج المقرمش. معانا خس كابوتشي مقطع شرايح، ومعانا خيار مخلل، شرايح طماطم، وكاتشب ومايونيز. هنحط طبقة مايونيز في الطبقة اللي تحت. طبعا لو في صوص رانش، ديناميت صوص، طبعا كل الموجود على حسب ما تحب. كل الصوصات ديت تشتغل مع الدجاج كويس. صوص جبنة، بس المتوفر عندي الكاتشب والمايونيز حاليا. هنحط شريحة الخس، وبعدين هنحط شرايح الخيار المخلل وشريحة الطماطم. طبعا دي افضل طريقة اللي بنشتغل بيها في المحلات. ان شاء الله اتبع الوصفة خطوة خطوة، وبإذن الله هتعمل سندوتش زنجر زي كنتاكي بالظبط. هنحط كاتشب على الطبقة اللي فوق من الخبز. هنحط شريحة الدجاج. طبعا لو انت حابب تعمل طبقتين بتحط شريحتين دجاج فوق بعض. حبيت تحط جبنة شيدر، حبيت تحط صوص جبنة، حبيت تحط شرايح تركي مدخن، على حسب المتوفر معاك في البيت. كده خلاص السندوتش جاهز معانا. هنبتدي نقفل السندوتش ويبقى جاهز معانا للتقديم. ده الشكل النهائي للسندوتش. ان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم. ده الشكل النهائي للتقديم. بشكركم جدا لدعمكم ليا، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.